من النبوة كما ذكرنا بالأمس. إذن امتداد النبوة في رسالته هو، ورسالته هو عليه الصلاة والسلام كتاب الله وسنة نبيه. وهذا الحديث الذي ذكره ليس صحيحا كتاب الله وأترته، ولا يوجد في صحاح المسلمين، إنما ما يوجد في صحيح مسلم أوصيكم بأترة أهل بيتي. ولكن الحديث الصحيح كما يرويه الإمام مالك وغيره: تركت فيكم الثقلين إما إن تمسكتم بهما لم تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنة نبيكم. لأن الأئمة أنفسهم هم كانوا مسلمين وكانوا من أهل السنة وكانوا من أتباع الرسول، أي أنهم كانوا يتبعون الكتاب والسنة، كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم في ذاته كان يتبع الوحي، والوحي بالشقين الكتاب والسنة. قل نتبع ما يوحى إلي. إذن الرسول يتبع الوحي، ومن قال بأن هناك امتداد للنبوة سواء في الإمامة وغير الإمامة كأنه أشرك في الرسالة. ولذا هم يقولون القرآن ليس بحجة إلا بالقيم كما هو أشار، وقيمه هو المعصوم أي الأئمة. ولذا أنا أقول عقيدة الإمامة أشرت عليهم حتى في توحيد الله تعالى، حتى في توحيد الله تعالى، وجعلوا الأئمة امتداد للنبوات. واعتقاد الشيعة في القرآن وقوله بأنه ليس بحجة إلا بالقيم، وأن الإمام ينسخ القرآن ويقيد مطلقا كالرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا غلو ما رأده غلو. يكفي أنه لا يوجد سند لهذا القول وبل لهذه الموبقة العظيمة إلا ابن سبأ اليهودي، لأن عليا كرم الله وجهه لم يقل بهذا الكلام ولا أهل بيته. وأنا بالأمس أثبت هنا أن القول بالإمام سيدنا علي لم يقل به إلا ابن سبأ اليهودي، ولكن سيدنا علي قال: لما رأيت أمرا منكرا أججت ناري وناديت قنبلا وأهرقهم ومن قال بإمامته المنصوصة. وبل علي رضي الله تعالى عنه لم يقل إطلاقا في حياته أنه إمام منصوص، وكما ذكرت بالأمس كتب الشيعة والسنة متفقة أن علي رضي الله تعالى عنه يحتج لإمامته ولخلافته بخلافة المسلمين بشورى المسلمين. إنما بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر فإن اجتمعوا على رجل وسموه إماما فكان ذلك لله رضا، وإلى آخر الكلام. إذن هذا القول الذي تفضلت به لا سند له، ينتهي سنده إلى ابن عبد الله بن سبأ اليهودي، ولم يقل به أهل البيت. ولكن ابن سبأ كان ينتهي بأمر الوصية عند علي، ولكن جاء فيما بعد من خلايا الشيعية السياسية أمموا هذا القول إلى بعض أبنائه، سيما شيطان الطاق الذي يسمونه مؤمن الطاق وهشام بن حكم. هؤلاء هم الذين صنعوا فكرة الإمامة، وأنا أسميها مؤامرة الإمامة في الإسلام. ولذا علي رضي الله تعالى عنه بريء من هذه الأقوال ولم يقل بذلك. لا دقيقة، أنت أعطيته 10 دقائق أنا بالضبط، وأنا لي باقي 5 دقائق، وأنا أريد أعلق على كلام الأستاذ، وأرجو أن نستمر بهذا الهدوء أيضا. وأن قوله أن رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم تستوعب الرسالات السابقة وتضيف عليها، هذا كلام ما أنزل الله بها من سلطان. لب رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم هو التوحيد، وهو دعوة الأنبياء جميعا. دعوة الأنبياء جميعا هو دعوة للتوحيد التي لا يفهم الشيعة منها إلا أن الله واحد، وهذا ليس بتوحيدا. هذا التوحيد كان يقول جوهر الرسالة قد نناقشه في هذه الحلقة وفي حلقة أخرى، لكن هو قال لك هو استشهد بفضائل الإمام علي على أنها تعني النص على أنه هو الخليفة. الفضائل لا تدل على الإمام. هناك كثير. فما ربك على هذا سيدنا علي يقول: من فضلني على الشيخين سأجلده حد المفتري. يرويه 70 من الناس وهو على منبر الكوفة، ويرويه شعيب وغيره: من فضلني على الشيخين سأجلده حد المفتري. إذا هناك فضائل أبو بكر، لو كان إيمان الأمة لو وزن إيمان الأمة بإيمان أبو بكر لرجحتهم. هناك لو كان بعد النبي لكان عمر. كل الصحابة كما قال أخ أبو كامل بارك بالأمس، كل الصحابة كان لهم فضائل. فضائل سيدنا علي رضي الله تعالى عنه كلها نقلت عبر كتب أهل السنة والجماعة، ولكن الفضائل لا تدل على الإمامة المنصوصة، لأن هذا شرك في الرسالة. من جعل شخصا منصوصا معصوما كأنه جعله متبعا، والقرآن يأمرنا أتيوا الله وأتيوا الرسول، لم يقل لنا أتيوا غيركم. إطاعة الأولياء الأمور مشترك، أما إطاعة الله وإطاعة الرسول مطلقة. ولذا
طيب أنا آتيك أنت الآن تسمح لي فقط أن أواصل هذا الكلام. أنت وقتك خذه في مرة ثانية الوقت. لا رجعنا على باقي 3 دقائق. خلينا نعطيك أنا نتعصب. نبدأ بظلمك 3 دقائق ولكن أنا بارح ظلم. نعوض هذا في مرة. خليني قبل ما نرجع دليل القرآن يا أخي. ما ذكر دليل القرآن اللي هو إني جعلك للناس إماما. أيوة. أولا هذا الجعل إيش دخل بسيدنا علي رضي الله تعالى عنه؟ أنا أقول إنه جعل كل الناس لا لحظة. إني جعلك للناس إماما. هذا اسمعني نظري. إذا أردت أن ترد على هذه النقطة فرد على الجوهر فيها. خليها من هذه حاشية. الأصل فيها قال لا ينال عهدي الظالمين. طيب. وقال إن أبا بكر الصديق يعتبر من الظالمين لأنه سجد للصنم. لا لأنه أشرك قبل إسلامه وهذا لم يحصل للإمام علي. فقال لذلك لا يحق له أن ينال عهد الخلافة أو عهد أن يكون هو من موصى إليه. فهل لك رد على هذا؟ نعم. أولا هذا أنا برأيي هذا تخبط بالكلام مع احترامي له، لأن إن الإسلام يجوب ما قبله وإن التوبة تجوب ما قبلها، بدليل أن الذين هو يسميهم ظالمين وعلى منطقه يسموا كافرين أيضا لأنهم كانوا كفار بعد ذلك أسلموا. هؤلاء الذين يسميهم القرآن إن المهاجرون والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه بعد ذلك وعدهم بجنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا. هؤلاء الذين رضي الله تعالى عنهم ووعدهم بجنات هم يسمونهم ظالمين. وإن الشرك لظلم عظيم. نعم، ولكن هذا الشرك هو الذي يستعين بغير الله تعالى. من يقول أولاد المهاجرين والأنصار أفضل من المهاجرين والأنصار؟ من يقول؟ لا يقول بذلك عاقل ولا مسلم. وما هذا هم ولدوا مسلمين. إذا الإسلام يجوب ما قبله والتوبة تجوب ما قبلها. هذا هو. إن لا ينال أحد الظالمين. الأحد هنا ليس الإمامة. الأحد هنا كما قال علماء الإسلام إنه النبوة.